نفسي يدخلوا الغاز عندنا، الانابيب بقى اسعارها نار يا حبايب قلب خوخ. انا وعدتكم اوفيت بوعدي وقلت لكم يا حبايب قلب خوخه، قلت لكم لو انبي عملها انا هنزل لكم بيب انابيب، وشكرا جدا ليكم اللي انتوا قلتوا لي اللي بيغني مع ياسمين عبد العزيز ريكو. نزلت لكم الاغنيه عشان خاطر انا ما اقدرش اوعد حبايب قلب خوخه بحاجه واخلي بيهم، ما ينفعش، مش اسلوبي يا حبايب قلب خوخه. عارفه ان انا تافهه ولكن حقي، زي ما انتوا حقكم اللي انتوا تقعدوا تتريقوا وتقعدوا تقولوا طلائع الجيش وتسلم يا جيش بلاد، انا حق اغني انابيب بيب براحتي، انا حره. طبعا انتهاء مباراه نادي الزمالك وام في مباراه انبي بيقول لنا اللي مش هياخد انبوبه فوق من الغيبوبه. انا قلت لكم ايه يا حبايب قلب خوخه، قلت لكم ان انبي هتعمل مباراه عالميه عشان خاطر هي عاوزه تبقى من السبع فرق بتوع الدوري. قلت له اصل مش عارف رئيس نادي انبي طلع وصرح وقال مع سيف زهري. قلت لكم يا حبايب قلب خوخه ما اتعلمتوش، في ناس كده بتبقى واخده من موسيماني. فاكرين موسيماني كان يطلع يرزع لنا التصريح وهو في سان داون يقول لك اصل مكوينه ومش مش عارف مين المصابين يا حبايب قلبي دول في المستشفى اصل من بين الحياه والموت، يجي الماتش اللي هم بيلعبوا. هو تقريبا رئيس نادي انبي بيحب موسيماني فتعلم من الكلام اللي اتقال يا جماعه ده. لا عادي تحصل في احسن علاج، مفيش فريق هينزل يبقى عاوز يطلع من السبع فرق يقول لك هسيب الماتش، استحاله. ان السابع مش كانت من رابع، انا خليتها من سبع المستحيل. راحتي يا حبايب البخوخ. بس تعليق صغير عشان انا والله العظيم انا صوتي عالي في الحقيقه. نزلت تحت الفيديوز اللي انا كنت عاملاها في اول ما طلعت، ده انا كنت نسمع الصوت، كنت بقعد اعلي الصوت عشان اسمع انا كنت بقول ايه. اللي وصلني لكده يا حبايب قلب اخوك، خدت عليكم زياده عن اللزوم يعني، بس عشان والله العظيم النقطه دي انا كل ما تلاقوني عليت صوتي قوي في كل الفيديوهات اصلا بعلي صوتي، عارفوا ان انتوا حبايب قلب خوخه، فانا خدت عليكم. اني قاعده معاهم بره في الريسبشن، فاهمين حاجه؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين. كهرباء انا مع انه ما عملش بس كهرباء انا مسامحاك على ضرب الجزاء باتشو. روح تعرفوا يا حبايب قلب خوخه اللي انا بحب احمد عبد الظاهر جدا جدا بجد والله. طبعا بعيدا عن الهبل، بعيدا عن انا بحب مين وبكره مين ونخش في قصه، طبعا كده الفارق ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك 3 نقاط. حبايب قلب خوخه الاهلاويه لعيبه النادي الاهلي ناويين على ايه؟ المشكله مش في الزمالك، قلت لكم هو كده هيتعصب، المشكله فينا احنا. برضو خليتوني عليه صوت. هل انتوا ناويين نسترجل ونجيب الدوري من الملعب ولا انتوا ايه قصتكم؟ فهموني قصتكم بس عشان انا محتاجه افهم، رب بس يبقى عندنا دم. ولكن كل الكلام ده سبق لاوانه. عندنا مباراتين، مباراه الترجي ذهابا وايابا نركز فيهم، بعد كده نبقى نشوف قصه القرعه والدوري والكلام ده كله. وعلى قصه وذكر القرعه، النهارده كابتن ميدو نزل على تويتر، والله ما اعرفش هم غيروا اسمه بقى اسمه ايه يعني، ان قال ان القرعه لازم تتعمل على مرأى العين جميعا عشان خاطر ما يحصلش اللي حصل فيها السنه اللي فاتت. ايه يا كابتن ميدو اللي حصل السنه اللي فاتت؟ قول لنا. كابتن ميدو ده عسل، نجيبه بحته قطايفايه بما ان احنا في رمضان. قال لك ان السنه اللي فاتت كانت المسرحيه 100 فاكرين خصم ال6 نقط وال3 نقط والقصه دي كلها وانسحاب النادي الاهلي لما قالوا ان هم عملوا القرعه الساعه 3 الفجر. قلت قرعه ايه اللي الساعه 3 الفجر دي؟ اصل الذكاء الاصطناعي هو اللي طلع لنا مش عارف ايه. طلع ان كل ده كانت مسرحيه 100 وان موقف مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بالانسحاب مباراه الزمالك انا بأحييه وبقول لكل بني ادم شكك في كابتن محمود الخطيب، انا قلت يا جماعه احنا متاسفين ليه والله العظيم. انا قلت استحاله كابتن محمود الخطيب هيقول كده للاهلي، ده مش طبعنا ننسحب من مباريات. قلت والله ربنا يشهد عليا وعلى حلفاني، قلت اكيد هم فاهمين حاجه في اتحاد الكوره احنا مش فاهمين. بالفعل كابتن ميدو نزل ان القرعه كانت معمول مبعوثه لهم من 20 يوم وكانوا عارفين هم هيلاعبوا مين، عارفين الحكام وعارفين وكانوا بيوقعوا الاهلي، ولكن كابتن محمود الخطيب بيجيب اجوال بره وداخل الملعب، اعتذر بس لسه بيجيب اجوال. فاهم اللائحه كويس، فاهم هو امتى لما ينسحب هيتخصم منه 3 نقط، امتى لما مش عارف ايه هيتخصم ال6 نقط، فاهم. طبعا كابتن ميدو اتكلم ليه دلوقتي؟ عشان هم يا حبايب قلب خوخه دلوقتي في الاول، فالقرعه في الموضوع في صالحهم، ما اتكلموش السنه اللي فاتت لان الموضوع مش في صالحهم. هم كده عارفين ان هم هي في الكونفدراليه. دلوقتي الكلام اتعمل وطلع واتبعت السكرين شوت وتنزل سكرين شوت عشان خاطر ايه؟ مصلحه الزمالك. وطبعا التويته اتمسحت بعديها وقال لك الاكونت مسروق. ده كالعاده من حركات كابتن ميدو واحنا اتعودنا. بنشكر كابتن ميدو جدا، انت ريحت ضميري كخلود. معظم الاهلاويه اللي كانوا بيقولوا قرار الانسحاب غلط ومبادئ ومش عارف ايه بتاعت النادي الاهلي، احب اقول لكم ان انتوا طلعت خالص احنا ضميرنا، عرفنا ان كابتن بيبو هو بيعمل ايه كويس، ايا كان الاخطاء اللي بيعملها، ايا كان احنا بنعترض معاه في ايه وبنتفق معاه في ايه، بس القرار ده كان القصه دي حياه او موت. بعديها بسنه اكتشفنا ان كابتن الخطيب عنده حق. معاك يا كابتن ميدو جدا قلبا وقالبا. شوف بقى انت السنه اللي فاتت ظلمتونا، انا بقى معاك السنه دي، انا بقى عاوزه القرعه تتعمل لايف. انتوا خسرتوا النهارده من انابيب لسه يا كابتن ميدو، قلت لكم خلي نفسك طويل. كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك خليك هادي وراسي، لسه الدوري طويل. كل ده
عشان انتوا جامدين، عشان احنا ما بنلعبش كويسين. فانا معاك، خلي القرعه تتعمل لايف، اني انا المفروض اطلع اقول لك لا تتعمل 3 الفجر، كيفي كده يا كابتن ميزو، كان عادي تتعمل عشان احنا ناس بما يرضي الله وماشيين مع ربنا. نادي الزمالك ده اقسم بجلاله ربنا في كل عبر الدنيا بيجوا جمهورهم بكل بجاح يقول لك احنا نادي التحكيم، احنا نادي الدوله، احنا نادي المحسوبيه، احنا واحنا واحنا واحنا. والله في حد فيه وفيه 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 غيركم انتوا، بس انتوا حبايب قلب اخوك. بنكشكم والله يا زملكاويه سكر. بقى عشان ما اطولش عليكم، راح اشوف الانبوبه خلصت ولا لا، عشان لو عاوزه تتغير اتصل بكهرباء.